السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل مع بعض الحاجة الجميلة ديت، رور الفراخ، بطريقة سهلة جدا وموفرة معانا، وهتبقى اقتصادية. نوفر في اكلنا وفي شربنا عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا يا رب. اهم حاجة بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالوا نشوف احنا عملنا الرول الفراخ ده ازاي. حبايبي، انا معايا فراخ، معايا توم، معايا بصل، بقدونس، فلفل احمر وفلفل اخضر. تمام. اي نوع فلفل ينفع، اخضر، احمر، اصفر، اي حاجة. حطيت بصلاية حلوة كده مش كبيرة، وحطيت قرنين فلفل وفصين توم وشوية بقدونس. هنفرمهم مع بعض، مش هشيل ميتهم، هفرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين معايا كده. ومعايا نص كوباية برغل مغسولة مش منقوعة. ليه يا حبايبي؟ انا عايزاها تشرب المية بتاعة الخضار بحيث اللي هي تطرى معايا، ولما اجي افرمها هتاخد الطعم برضو الخضار، وهتخلي تطعم الفراخ بتاعتنا، وهتبقى طعمها حلو قوي. سبتها على جنب تتشرب المية بتاعة البصل، وهنحط هنا بقى ايه؟ الفراخ بتاعتنا علشان نفرمها. الفراخ طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي صدر واحد، اتنين، تلاتة، على قد ما انت عايزة. دي الكمية دي براحتك. تمام كده. يعني احنا بنحاول نعمل حاجات اقتصادية توفر علينا شوية المصاريف وكده. وفعلا كان طعمه تحفة والله بصراحة. يعني ما شاء الله، اللي كلوا بألف هنا وشفا. فرمت الفراخ خلاص، البرغل بقى قعد معايا نص ساعة مع البهارات لما اتشرب خالص من المية بتاعته. وخلاص كده هفرمهم مع بعض تاني، انعمهم كويس جدا عشان لما اجي افرده ما يشققش معايا. كده تمام. هنبهر بقى الفراخ بتاعتنا، احنا لسه ما حطيناش بهارات خالص. هحط شوية فلفل اسمر، بهار فراخ، ملح. الملح طبعا على حسب الكمية بتاعتك، بابريكا. هنحط شوية شطة كمان، نشطشطه كده نخليه طعمه حلو، توم بودرة وبصل بودرة. طبعا البهارات اللي انتي حباها حطيها. انا حطيت كمان معلقة جنزبيل، كل واحد وسنة قرفة، يعني كل واحد بيحب البهارات اللي بيحبها حطيها. دي براحتك خالص ومفيش فيها اي مشكلة. وحطيت شوية كزبرة ناشفة وشوية كاري. كده خلاص بهرناها. هنحط 3 معالق فيجيتار او بقسماط اللي عندك. ليه؟ علشان انا عايزه الرول بتاعي يبقى متماسك، اما اجي افرده ما يشققش مني، وما ما يعرفش الفه. كده خلاص معانا الخليط بقى كويس. انتي بتشوفيه عايز بقسماط تاني بتحطيله، عايز حاجه تاني بتحطيله. انا حطيت بيضه كمان عشان هي اللي بتعمل تماسك للرول بتاعنا، ومعلقه بقسماط كمان. كده خلاص كده اتكور معانا كده، تعرفي ان الخليط معانا زي الفل. ما عندكيش الكبه دي، اعجني بايدك لغايه ما يبقى الخليط معاكي بالشكل ده. مفيش حاجه بتقف علينا. كل ما تعجني الحاجه معاكي تبقى معاكي مسمغه وحلوه. كده خلاص هنحطه بقى في التلاجة نص ساعه كده على ما يتماسك معانا، ونشوف هنلفه ازاي. بصوا يا حبايبي، انا جبت كيس حراري من اللي احنا بنحط فيه الفراخ في الفرن، وفتحته عشان يبقى كبير، ومسحته بالزيت. الفكرة دي بقى بتخلي الرول يستوي بسرعة، ما يبقاش ني من جوه. احسن ما احط ورق زبدة وبعدين ورق فويل واحطه ده بصراحة. الفكرة دي جت لي، قلت طب ما انا بدل ما احط ورق زبدة احط ورق الحراري ده، منها تسوي الفراخ من جوه ومن بره، ومنها اللي هي هتحمره كمان وتسرعه اكتر، مش هيغيب معانا في الفرن. بس اهم حاجه افردي الكيس، افتحيه مفرود، وادهنيه شويه زيت. وانت بتحطي كده ادهني ايدك برضو زيت وانت بتفردي. كده معانا الخليط معانا زي الفل. اهم حاجه تفرديه بسمك واحد من كل الاتجاهات، سمك واحد، ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. ساوي على قد ما تقدري كده، اكنك بتعملي عجينه معاكي بالظبط. هي ماشيه معانا زي الفل اهيت. والخليط فعلا ريحته حلوه قوي وجميل، وحاجه موفره احنا بنعملها. ده كيس تلاجة فتحته. هجيب بقى النشابه بتاعتي كده، همشي عليه بس اسويه
ما عندكيش كده اعملي بايدك عادي، بس انا حاولت حبيت اللي انا اسويه بحيث اللي هو يبقى كله سمك واحد كده. خلاص هحشيه بقى ايه، ممكن بقى عندك تحشيه جبن، تحشيه خضار، تحشيه اسمه ايه تركي، تحشيه اي حاجة انت عايزة. انا كان عندي معلقتين لحمة مفرومة وشوية بسلة وشوية جزر، حطيتهم نستفاد بيهم يعني، بدل ما نرميهم لا حطيتهم في قلبه. ممكن هنا تحطي جبن، تحطي اي حاجة انت عايزاها محشية، ممكن ما تحشيش خالص وتسيبيه كده زي الفل برضو مش هيقول لا. اللي انت عايزاه اعمليه. نلف، انت شايفة العجينة معانا زي الفل اهيت، نلف ونساوي على قد ما نقدر وتقفليه كويس جدا من تحت عشان يبقى كله واخد شكل واحد. ومن الطروف كمان نقفلها. بصراحة حلو قوي يا جماعة وموفر جدا، يعني لو عيلة 5 أفراد ولا حاجة ما شاء الله هياكلوا ويشبعوا وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. وربنا يرخي علينا الغلاء والبلاء اللي احنا فيه ده يا رب. اهم حاجه بقى تحطوا لايك للفيديو. انا ما قلتلكوش حطوا لايك، ما قلتش حطوا لايك لما تحطوش لايك ماشي، حطوا لايك بقى يا جماعه. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. هلف بقى الرول بتاعي في الكيس الحراري، وهجيب ورق فويل، ورقه كبيره كده عشان نعرف نلفه، عشان ما يخرجش ميه ولا حاجه، والبخار بتاعه هو اللي هيسويه. تمام كده. لفي كويس علشان يبقى معاكي الرول متماسك وما يفكش معاكي زي ما انتوا شايفينه في اول الفيديو. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة فاخر من الاخر كده. خلاص هنعمله زي البونبوناية كده، وهجيب صينية هحطها فيه. وبصوا يا جماعة انا ما حطيتش اي حاجة ولا مية ولا اي حاجة، انا حطيته كده ودخلته الفرن. بصوا هو كده يعني خد سوا، استوى يعني، هو استوى بس انا عايزة احمره. جبتش معلقة سمنة بلدي على معلقة كاتشب وهدهن بيه الرول بتاعي. دي الحتة اللي كانت من تحت احمرت في الكيس الحراري. تمام كده. هندهنه كويس وهدخله الفرن ياخد لون زي ما انتوا شايفين كده. معايا الرول متماسك وحلو. على فكرة هو سخن يعني، المفروض اسيبه يبرد، بس طبعا مفيش حد بيستنى على حد يعني. قطعته هو سخن زي ما انتوا شايفينه كده. يعني كان حقيقته لو هو مش متماسك حلو هيفرط معايا، لا بسم الله ما شاء الله متماسك زي ما انتوا شايفين كده، وحاجة فاخر من الاخر. واشوف وشكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.